أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتفوق طالب العلم؟ من أحد الأشياء الذي نراه في مجتمع الطلاب اليأس، ولما نرجع إلى ذلك نرى ما دقق في مراحل الدروس. لا بد الإنسان أولا يقرأ النحو والصرف بشكل مقبول، بحيث لما يرجع إلى القرآن أو نهج البلاغة أو صحيفة السجادية يعرف أن هذا الفعل أي فعل من أي باب، وعلى كل كيف صارت الكلمة بهذا الشكل، أو تعطيه عبارة من القرآن الكريم تقول له ممكن أن تبين لي وين الفعل، وين الفاعل، وين المفعول، وين التمييز، وين الحال. تسأل. إذا الإنسان رأى أنه مسلط على النحو والصرف يمضي هذه المرحلة ويدخل في مرحلة جديدة. ولكن قبل هذه الأمور لا بد أن يصفي نيته، تصفية النية. النية هي سلم التوفيق. الإنسان لما يريد يرتفع يصعد يحتاج إلى سلم. النية، عليك بالنية يا طالب العلم، لا تيأس. إذا كانت نيتك خالصة وكنت مجد في الدروس الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك. كن جاد في الدرس مرحلة بمرحلة. أنا أشوف بعض الطلاب أقول له شنو تقرأ؟ يقول دا أقرأ مثلا كتاب السيوطي. بعد مدة أشوفه أقول له شنو تقرأ؟ يقول رسائل مكاسب. قلت له شنو هاي طفرة؟ شلون طفرت إلى الرسائل والمكاسب؟ بعدك أنت في بدء الأمر. ولذا يصير مأيوس، يتأيس. النية، كون جاد في النية واقرأ درس بجد، لأن مستقبلك مربوط بهذا الابتداء، بهذا البدء. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم إنما ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. رسول الأعظم يقول الله سبحانه وتعالى ما يشوف الأفعال بل ينظر إلى النية. ربما الإنسان يصلي رياء، يصوم رياء، هذا ليس له قيمة. ولكن أنا نيتي لله، ولكن نسيت أفعل ذلك الشيء. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى نيتي، إلى شيء الذي نويته في ذهني. أفرض أضرب لك مثل، أكو عمل خير ماكو أحد يقوم به، أنت تطلع من البيت مثلا، أكو رجل على كل كبير في السن يحتاج شيء ولكن لم يقدر أن يقوم من مكانه. تقول أنا أروح أهيئ له ذلك الشيء. فتحت الباب تخرج، واحد يقول لك قضى الأمر، قام شخص آخر بهذا الفعل، ارجع. الله سبحانه وتعالى يعطيك ثواب، يعطيك أجر، لأنه الله ينظر إلى النية. نيتك كانت أن تخرج من البيت وتخدم ذلك الرجل، تخدمه، الله يعطيه أجر. ولذا أمير المؤمنين يقول
حسن النية جمال السرائر. جابر بن عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه جاء إلى كربلاء، أول زائر لكربلاء، ورزقنا الله جميعا إن شاء الله. جاء إلى كربلاء مع عطية العوفي. بما أنه جابر كان ضرير، عطية أخذ بيده جاء به إلى كربلاء. لما تهيأوا المقدمات من الغسل والتلبس بلباس جديد والتعطر، جاء جابر بن عبد الله الأنصاري إلى قبر الحسين سلام الله عليه. ناشد الحسين، زار الحسين، وبعد ذلك تلا هذه الكلمات: يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. بعد ذلك قال: يا عطية، نحن شاركنا في ركاب الحسين في الجهاد في معركة الطف، والله سبحانه وتعالى أعطانا ثواب الشهيد. استغرب عطية، قال: يا جابر، نحن ما شاركنا في الحرب ولا حضرنا في الحرب. قال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. احنا قلنا يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. الله شاركنا مع الحسين. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما، هذه الجملة رددوها معه، كرروها معه. أثر هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف دور النية. النية لها دور. إذا بدأت بالأمر وليس عندك نية ما تتوفق، ما تقدر تصل إلى مرحلة مقبولة لخدمة الدين. ولذا الإمام الحسن المجتبى روحي له الفداء يقول: أسلم القلوب ما طهر من الشبهات. شلون يتحقق هذا القلب السليم؟ بحسن النية. النية تكون لله، لأهل البيت. لا يكمل صالح العمل إلا بصالح النية. هذا مولانا أمير المؤمنين يقول عمل الصالح لا يصل إلى حد الكمال إلا بالنية الصالحة. تردون قلب سليم، تردون قلب مملو من المعنوية يحفظكم عن الانزلاق من المعصية. إمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم. شخص الذي نيته خالصة، نيته صادقة، الله سبحانه وتعالى يرفعه، يصبح قلبه قلب سليم. يعني قلب الذي لا يدرك المكروهات، لا يدرك المعاصي، بل يدرك الخيرات. يتابع الخيرات. رسول الأعظم قال صلى الله عليه وآله وسلم:
من أحب قوما حشر معهم. من أحب قوما حشر معهم. أنتم من تحبوا؟ خلوا نيتكم صافية، خلوا نيتكم إلهية، الله يأخذ بيدكم. إن شاء الله نستمر بالكلام، والحمد لله رب العالمين.